صباح الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده من على الكنبه كنبه سمر. ايوه انا تاني، ما وراكوش غيري بقى. ده نفس اللي بيحصل لنا لما كل ما نفتح الفيسبوك او اليوتيوب او اي حاجه نلقى كلام عن العشر الاوائل من ذو الحجه، كأن مفيش حاجه في الدنيا الا الموضوع ده. فعايزك تسمعي مني او تسمع مني وصلي على النبي. حاجة عرفتها بس متأخر شوية، ان العقل لما بيحفظ او بيعرف حاجة فبيبقى متأكد ان هو خلاص عارفها بيهمل يعني ايه؟ ما بيركزش. لما بيفقد الفضول والانبهار ناحية معلومة معينة فبيعتبر ان هو عارفها، لانه كده كده بيبقى حابب يوفر مجهوده. الا اذا انت جبته كده وصحصحته وخدته كده بالاصول واتكلمت مع عقلك وفهمته وصححته ان دي معلومه احنا عايزين نسمعها، لانه مش هيركز معاها لو انت ما عملتش كده. عايزك تتخيلي معايا حاجه كده. لو حد بتحبيه او واحده صاحبتك قالت لك على حاجه بتحبها، مثلا انا بحب اشرب حاجه معينه، بحب اكل معينه، بحب المكان الفلاني، فده نوع من القرب ومن الود ومن الحنيه ان هي تشاركك الحاجه دي. ومفروض لو انا انسان سوي اقدر انك شاركتيني حاجه زي كده واحافظ عليها وان انا احبها عشان انتي حبيبتي او عشان انت حبيبي. فبحب الحاجه دي وبشاركها، انك شاركتها معايا وبقدر ده، ولله المثل الاعلى. يعني ربنا بنفسه بيتودد اليك، ربنا القريب السميع الودود بيتودد اليك انت اللي احنا يعني ربنا كبير قوي، بيتودد إلينا احنا ويعرفنا انه بيحب حاجة معينة او بيحب الايام دي. انت متخيل؟ ف فربنا قال ان الايام دي العشر ايام دول احب ايام، يعني كل ايام الدنيا في كوم والعشر ايام دول في كوم. فالمفروض بقى انت تعمل ايه لما ربنا يعني بعظمته كلها يقول لك انت، احنا غلابه قوي يا سيد، احنا بعيد، بيقول لنا احنا ان الايام دي انا بحبها، ماشي؟ المفروض انت تعمل ايه بقى؟ على الاقل خالص بالميت، يعني انك تسمع عنهم تاني. مش بندور بس على العبادات والطاعات، طبعا دي حاجات مهمه وقلنا احنا كبار وعارفين، بندور على المعاني ده اللي انا دايما ببحث عليه في اي حاجه. ممكن تبقى سمعت نفس الكلام تترزق معنى جديد، يحصل لك لمحه او نفحه تغير حياتك خالص، تتصالح بيها مع نفسك ومع ايامك. يعني تخيل لو انت كده جات لك فرصه عمل او فرصه شغل، يقول لك فرصه بمليون جنيه او بمليون دولار، فانت كده يعتبر كل مشاكلك بالنسبه لك اتحلت. فانت عندك فرصه في العشر ايام دول ان انت تبقى حبيب ربنا. ازاي؟ ان انت هتتقرب لربنا بالطاعات في الايام دي. ف ربنا لو حبك في الايام دي ان انت هتتقرب له، ومش شرط ان انت تكون يعني شاطر او كويس، لا، الايام دي فيها فضل من ربنا. ف هتعمل اعمال تتقرب لربنا فهيحبك. وربنا اذا احب عبد يعني نادى عليه في الارض وفي السماء، انا بحب فلان فاحبه. طب ربنا لو حبك ايه اللي هيحصل؟ زي ما في الحديث طبعا انا بقول ما معناه، يعني انه هيبقى سمعك اللي بتسمع بيه وبصرك اللي بتشوف بيه ورجلك اللي بتمشي بيها وايدك اللي بتبطش بيها. ولئن سألني لأجيبن، ولئن استعاذني لأعيذن. يعني لو احتاج حاجة هديها له، ولو طلب مني ابعد عنه حاجة، طب انت محتاج ايه تاني؟ ايه تاني اللي انت محتاجه؟ وكفايه ان انت تبقى على الاقل اهتميت لكلام ربنا وسمعت، يعني واهتميت بالايام دي عشان ربنا قال ان هي مهمه. حتى لو انت يعني اهتم واسمع وشوف هيجيلك معاني ايه منها. فلو عندك فرصه في الايام دي انك تبقى حبيب ربنا، فافتح قلبك واسمع، الفرصه تستاهل. انه ان انت تعبده في الايام دي عشان توصل لمحبته، صرف النظر عن الثواب رغم شرف او عظم الثواب، يعني دي حاجه عباده مهمه جدا، بس يعني انوي ان انت تسمع وتفتح قلبك وشوف المعاني اللي هتجيلك، وانوي توصل لمحبته. وان شاء الله ربنا عند ظنك، وحاول، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وقول يا رب بما انك بتحب الايام دي فاللهم ارزقنا بالقيام بحق حبك للايام دي. يا رب قدرنا على الاعمال الصالحه في الايام دي، وكل سنه وانتم طيبين.